صحيت من النوم النهارده بقى مش عارفه اعمل غدا ايه. المهم قعدت افكر كتير كتير وفي الاخر ما جاش في بالي غير الاكله دي. فتعالوا نشوف كده في الفيديو ده هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه عندي كيلو ونص من الكوسه، غسلتها كويس وبعدين بدات ان انا اقشرها بالسكينه واقطعها زي ما بنقول كده بالورب. يعني ما اقطعهاش شرايح متساويه، لا بقطعها شرايح بالورب، واهم حاجه ان الشرايح دي تكون سميكه مش رفيعه. قطعتهم كده مع بعض وبعدين غسلتهم غسله تانية وركنتهم على جنب، وبعدين جبت عندي فلفل الوان، عندي فلفل احمر وفلفل اصفر رومي، وعندي بصلتين بحجم متوسط قطعتهم كلهم لشرايح تكون برضو مش صغيره قوي. بعد كده جبت عندي الكوسه حطيتها في حله فيها شويه زيت صغيرين وعليها رشه ملح وفلفل، وقلبتها تقلبتين كده بس، وبعدين ركنتها على جنب. في طاسه تانية جبت الطاسه حطيت فيها مكعب من الزبده، وحطيت عليها ربع فرخه، اللي هو ربع صدر فرخه يعني. كان عندي صدر فرخة خدت منه بس نصه، قطعته مكعبات كده وشوحته في الزبدة معاه ملح وفلفل اسود وشوية من السبع بهارات. اول ما الفراخ بدأ يتغير لونها نزلت عليها بالخضار اللي انا قطعته، اللي هو الفلفل الرومي والبصل، واديتها شوية مية وسبتها على جنب لحد ما تستوي. في الخطوة التالتة عندي هنا جبت حلة تانية حطيت فيها مكعب برضو من الزبدة بمقدار معلقتين كبار من الزبدة، وعليهم 3 معالق كبار من الدقيق. جبت الدقيق في الزبدة كويس وبعدين نزلت عليه ب3 كوبايات من اللبن، وحطيت بهارات ملح فلفل اسود وكمان رشة من جوز الطيب وشوية من الجبنة الموتزاريلا. قلبتهم لحد ما بقى القوام عندي، انا مش عايزاه بشاميل تقيل، انا عايزه بشاميل خفيف يعني اتقل من المية، حاجات بسيطة. بعد كده جبت الطاجن الفرن اللي عندي حطيت فيه شويه من صوص البشاميل وشويه من الكوسه اللي انا شوحتها. اوعوا تنسوا الخطوه بتاعه تشويح الكوسه دي، فعلا اديتها طعم حلو قوي، وكمان حطيت عليها شويه من البشاميل تاني من فوق. وبعدين حطيت في النص كده خلطة الفراخ اللي احنا عملناها دي وشوية من البشاميل. لو عايزة تحطي في الخطوة دي كمان شوية من الجبنة الموتزاريلا ممكن تحطي. فردت كده الخضار بالفراخ كويس وعلى وشهم شوية من البشاميل، وبدأت احط الطبقة التانية من الكوسة وفردتها كويس كده. وبعدين جبت باقي كمية البشاميل اللي عندي كلها وحطيتها على الكوسة وسبتها، لان هي دي اللي هتستوي فيها، وعشان كده احنا عملنا البشاميل اللي كان خفيف شوية، لان ده يعتبر دي السواية اللي الكوسة هتستوي فيها. وبعد كده حطيت رشه كويسه كده من الجبنه الموتزاريلا ودخلتها الفرن لمده ساعه الا ربع. خدت سواها في الفرن وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كان طعمها حلو جدا جدا جدا. قدمتها مع رز بالمستكه والحبهان، كان طعمها حلو قوي، وكمان الصوص بتاعها كان خطير بجد مع الرز. جربوا الوصفه اللي عملناها النهارده دي، بجد الطاجن خطير، صدقوني مش هتندموا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب.